هي مرحلة هيكلة فاصلة تعيشها شركة الخطوط الملكية المغربية. الشركة توصلت إلى غاية الآن بحوالي 600 طلب للمغادرة الطوعية، وهدف الأهداف تقليص عدد العاملين بالشركة قصد تقوية تنافسيتها على كافة الأصعدة والمستويات. المتوخى خلال هذه السنة هو ترشيد عدد المستخدمين من خلال المغادرة الطوعية ل 800 عون بالشركة. كما يشتمل برنامج إعادة هيكلة الشركة على شق اجتماعي يرم تحفيز العاملين المغاربة وتوظيف طاقتهم. البرنامج يهدف كذلك إلى تعويض الربان الأجانب بالربان المغاربة. طيلة ال10 سنوات الأخيرة عشنا عدة تجارب، وخلالها خسرت الشركة الكثير من طاقتها استقطبها المنافسون. الآن نتمنى أن يتجاوز البرنامج الراهن الأخطاء السابقة ويفعل بطريقة أكثر عقلانية. الخطة الاجتماعية تهدف إلى مغادرة 1500 شخص خلال الفترة الممتدة ما بين عام 2011 و2013 مع تحفيزات مالية ستقدم بالطبع للموظفين الذين غادروا الشركة.